دلوقتي احنا هنا في شركة اوبو ومخرجين الناس دي كلها من الصالة وعايزين يفصلوهم فصل تعسفي، والناس دي كلها لسه على ذمة الشركة. واحنا بقى دلوقتي بنناشد المسؤولين ووزير العمل ان هم يشوفوا لنا حل. بس بقى كده انا عايزه اعرف مين بقى اللي ادى الموافقه للشركه ان هي تاخد الموافقه وتبقى شركه على رسميه على الدوله، وكل ده مطرود دلوقتي. كل ده مطرود، انما ايام اللي كان مكان جاي زياره لازم نبقى موجودين. كل الناس دي كده مطروده دلوقتي، ده كله ماشي. لا وماشيين دلوقتي مطلعيننا من الصاله مطرودين وفلوسكم بتاخدوها. دلوقتي بقى عايزين نشوف مين اللي هيرد علينا. مساكي انا احل معاكي. لا ما تحلش. 140 دول اكتر من 30 بنت طلعينهم من الصالة، ده غير الناس اللي بيمشوها من غير اي حاجة. احنا دلوقتي عايزين حقوقنا وبنناشد وزير العمل والوزير اللي جه افتتح الشركة، عشان هو اللي جه افتتح الشركة. احنا لنا حقوق وكانوا عايزين يطلعونا بره في المخازن من ورا عشان ما نعملش حاجه. دي الشركه اللي لسه الوزير مفتتحها ما كملش شهر، مطلعين الناس بره وعايزين يفصلوهم من غير اي حقوق. مرتبنا 6000 جنيه. مفيش حد عارف. لا وبيسهرونا اجباري. بيسهرونا اجباري. يوم ما كانت الزياره جايه مسهرينا اجباري، ويوم ما كانت الزياره جايه روحونا الساعه 4. بتحصل في الشركه ومحدش بيتكلم، حاجات كتير قوي شويه بتحصل في الشركه. خش جوه، خش شوف العدد. يلا. وادي البنات، ادي بقيه البنات اهي. دي برضو كل ده مطرود من الصاله، كل ده دلوقتي مستني ان هم يمضونا غصب. الفيديو ده ينزل على كل ده هم مطلعينه بره. الصيني اللي احنا اصلا جينا يعني دخلناه بلدنا. والله واحد الناس دي المفروض اصلا تطلع بره البلد. عايزين نعرف مين من الخليين دول واحنا واقفين بره قدام الاداره. فينا بجد بيتحكموا فينا. ادي شركه اوبو المحترمه، ادي الشركه المحترمه اللي لسه فاتحها الوزير. دي الشركه اللي لسه فاتحها الوزير ما كملتش شهر، اللي كانوا بيقولوا بيدخلوا الناس وبيعينوا الوفات، دلوقتي بيطردوا الناس وبيفصلوهم